السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فوز امبارح فريق اتحاد جدة على فريق اوكلاند سيتي بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء، المباراة بعدين شفنا يا جماعة الإعلام السعودي طلع بعد المباراة دي بدأ يشغل نغمة التقليل من النادي الأهلي، ويقول لك النادي الأهلي احنا كعبين عالي عليه، عمر النادي الأهلي ما كسبنا، النادي الأهلي عمره ما لعب اتحاد جدة في الشعلة وقال لنا هارد لك ولا حاجة، وعلى طول بنكسب النادي الأهلي. والماتش ده مش هاممنا، وماتش اوكلاند سيتي كان بروفا للي هنعمله يوم الجمعه الجايه مع النادي الاهلي. هنتكلم دلوقتي يا جماعه عن الاعلامي وليد الفراج، واللي طالع بعد مباراه اتحاد جده واوكلاند سيتي بيقلل حرفيا من النادي الاهلي، وعنده ثقه وغرور زياده عن اللزوم. وانا خايف عليك، انا بقول لك هو انا زملكاوي عارف، خايف عليك من الغرور دون ان هو يخسر فريقك وانت كده تكتب نهايه فريق اتحاد جده. ركز كده معايا في الفيديو ده عشان اقول لك كلمتين مهمين هيبين لك ان التصريحات الاعلام السعودي عن مباراه الاهلي واتحاد جده والثقه الزياده دي، انا شايف كده ان انت بتقلل كل يوم اسهم فوز فريق اتحاد جده على النادي الاهلي. ركز كده معايا في الايه، ركز معايا كده في التويته اللي عملها الاعلامي وليد الفراج. بيقول لك فوز متوقع للاتحاد السعودي امام اوكلاند النيوزيلندي، ممكن نعتبرها استعداد قبل مواجهه الجمعه المقبله امام النادي الاهلي المصري، وهي قمه منتظره للعميد تاريخ طويل امام القمصان الحمراء ولم يسمع فيها الا كلمه مبروك. معنى الكلام ده ايه؟ ان الاعلامي وليد الفراج بيقول لك ان احنا عمرنا ما الاهلي قال لنا هارد لك، وعمر الاهلي ما كسبنا وكل حاجه. هتكلم معاك بس حته ايه، يعني حته بالعقل والمنطق. الاهلي، النادي الاهلي اسمع مني ما تستهترش بيه، النادي الاهلي ما تحاولش تستفزه بتصريحات اللي من النوع ده اللي هو بيحبها. يعني لعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي تقول لك الله اكبر عليك، زود شويه تصريحات عشان تشحن اللعيبه تنزل في الملعب هتاكلك. وليك في جارك حبيبك عبره، وليك في الهلال السعودي اللي كان طلع قبل كده يقول لك النادي الاهلي خاف منه النادي الاهلي هرب مننا، من كانوا عاملين بطوله بين بطل الدوري المصري والدوري السعودي، والاهلي انسحب والزمالك راح لعب وكسبهم. يعني الزمالك اللي هو ما كانش بطل الدوري يكسبكم. فبعد كده لما الهلال قابل الاهلي في كاس العالم للانديه كانوا عاملين بقى شغالين نغمه الاهلي هرب مننا، الاهلي خايف مننا، احنا ما نعملش حساب الاهلي هو اللي يعمل 1000 حساب. فجاه سبحان الله لعيبه النادي الاهلي عكس المتوقع 4-0 و2 طرد وضربات جزاء، وكرويا انا بتكلم كرويا هانوا فريق الهلال السعودي. عرفوا ازاي تتكلم عن النادي الاهلي اللي هو ممكن تنزل الماتش تبقى انت فنيا وكواليتي اللعيبه اعلى من النادي الاهلي، بس بغرورك انت بتوقع نفسك وبتخلي النادي الاهلي يفرق عنك. انت كده بتصعب الماتش على اتحاد جده وانت مش واخد بالك. انت ممكن يكون بيتهيأ لك ان انت بتصدر طاقه سلبيه للاعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، الكلام ده حلو بس مش مع الاهلي. اسمع مني، الاهلي من الفرق الوحيده اللي بتحب التصريحات من النوع دي، اللي هو استفزني، ايوه استفزني، خليني حتى هنزل الملعب لو انا اقل منك فنيا وكل حاجه هكسبك عند، اللي هو بقت مساله شخصيه عند لعيبه النادي الاهلي، لازم اكسبك عند عشان ارد عليك بس، وممكن الماتش جاي اخسر عادي، ولكن انت خليت في تحدي كبير قبل الماتش. مع ان انا بقول لك والله انا شايف الماتش في الماتش اصلا 55 للاتحاد 45 للاهلي نسبه الفوز، ولكن بالتصريحات دي انت بتعكس كل حاجه، انت كده بتصعب الماتش على فريق اتحاد جده اكتر وانت مش واخد بالك. الاهلي عايز تكسبه، الاهلي احترمه. اقول لك حاجه، يعني الاهلي كعبه عالي على فرق كتيره، لكن بينزل كل ماتش لازم يديله احترامه، لازم بينزل كل ماتش يدي الخصم ايا كان هو مين احترامه. الزمالك ساعات بيلعب قدام الاهلي والزمالك اصلا ايقاف كيت وما فيهوش اي لعيبه والدنيا بايظه، ومع ذلك تلاقي الاهلي والجهاز الفني ورئيس النادي بيدوا احترام للزمالك مع ان هو ضايع. المفروض ان انت في الوقت ده تستغل المنافس بتاعك رايح في داهيه بقى وتستغل، لا، النادي الاهلي بيحفل بعد الماتش، عشان مثلا لو حفلوا قبل الماتش اللعيبه تاخد مقلب في نفسها وممكن تنزل تتغير وتخسر. نصيحه مني، احترم الاهلي عشان انت اللي هتزعل، محدش هيزعل غيرك انت. الاهلي احترمه عشان تعرف تكسبه، لو انت نازل وانت اعلى من الاهلي فنيا بكتير هتخسر بسبب غرورك. نصيحه مني بعد التصريحات دي، انا هقابلك اهو يوم الجمعه الجايه بعد الماتش، هارد لك لفريق اتحاد جده، فوز مستحق للنادي الاهلي بنتيجه 3-1 اتحاد جده السعودي. اسمع مني انا بتكلم بثقه بعد تصريحاتك دي، عشان انت قبل تصريحاتك دي حاجه وبعد تصريحاتك دي هتلاقي النادي الاهلي اتحول قدامك حاجه ثانيه. تاني موضوع يا جماعه عايزين نتكلم عليه وهو العالمي كابتن احمد حسام ميدو. احمد حسام ميدو طلع امبارح في حلقه كده عمال يقول شويه تصريحات، ما علينا، بس انا في تصريح بس يعني لفت نظري في الكلام اللي كان بيقوله، وهو بيقول لك اكد احمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق انه بهدفه في يوم من الايام انه يكون رئيسا لنادي الزمالك، وشدد، بص بقى، وشدد على انه سيفعل هذا وهو في سن صغير ليكن اصغر رئيس نادي في تاريخ نادي الزمالك، زي ما ارتدى تيشيرت نادي الزمالك وهو اصغر لاعب، زي ما تولى القياده الفنيه لنادي الزمالك كمدير فني كاصغر مدرب في تاريخ نادي الزمالك، سيفعلها على منصب راس نادي الزمالك عشان يبقى عشان ميدو حابب يبقى
اصغر لعيب ارتدى تيشيرت نادي الزمالك، اصغر مدير فني ضرب نادي الزمالك، اصغر رئيس نادي. هو انت بتقفل باكج؟ هو الزمالك ده بالنسبه لك باكج؟ نفسي افهم بس يا عم. هو انتوا ليه يا جماعه الناس ايه المفروض ان هم رموز النادي بيعاملوا النادي كهو فرد تجارب؟ والله يا جماعه كل واحد يقول لك ايه، انا عايز ابقى رئيس، انا عايز ابقى مدرب، انا عايز مش عارف ابقى ايه، انا عايز ابقى مدير فني، انا عايز ابقى اداري، اي حاجه من الناس المفروض يبقى ايه رموز النادي ويساعدوا النادي. لا ده بيجي يجربوا في الزمالك. هجيبها لك بالعقل والمنطق. انت كمدير فني نجحت في اي فريق؟ لا. انت كاعلامي نجحت في اي حته؟ لا. انت مثلا كاداري نجحت؟ لا. جيب لي انجاز انت عملته اقول لك ماشي انت مثلا ايه الانجاز دون يخليك تقدر تبقى رئيس نادي الزمالك. وهي مش بالسن، يعني هي مش بالسن، انا حاسس انت واخدها ايه تحدي بينك وبين ايه مش عارف بتنافس مين مثلا. هو انا لازم ابقى اصغر رئيس نادي؟ هو انا لازم ابقى اصغر لعيب؟ هو انا لازم ابقى اصغر مدرب؟ يا جماعه احترموا، يا جماعه احترموا نادي الزمالك اللي عمل اسمكم وشهركم، وانتوا دلوقتي عايشين بحس نادي الزمالك. كل واحد يقول لك ايه انا كنت لعيب في نادي الزمالك، انا كنت مدرب، في الاخر بيجوا ايه يجربوا في النادي. عشان كده يا جماعه في كلمه قالها مستشار مرتضى منصور كنت معاه جدا، جمله وحيده كان بيقولها انا كنت بايده فيه، وهو بيقول لك ايه ان ابناء النادي هم اللي بيهدوا النادي. ابناء النادي هم اللي بيدوا النادي. دي اكتر تصريح انا كنت معاه فيه، اكتر تصريح كنت كل مره اقول له عايش عليه التصريح ده بالذات. فعلا يا جماعه ابناء النادي هم السبب الرئيسي في اللي احنا فيه. مش عشان انت ابن النادي وانا الاولى. هو يا جماعه مش عشان ابن النادي اجيب واحد مثلا، اجيب واحد ما عندوش كفاءه يمسك منصب مع ان في واحد تاني اولى منه، لا عشان ده ابن النادي. كده الزمالك بيفضل ايه بالمنظر ده بسبب ايه العقليات دي. كلام كتير والله يا جماعه التصريحات دي عشان انا شايف ان هو تصريح بوم طخ وايه وضحك، مش كلام كتير وادي له ايه اكبر من حجمه. فبس كده يا جماعه ده كل اللي عندنا النهارده. في الاول وفي الاخر ده قرار شخصي، اي حد يقدر يكتب مفتوحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.